سلام يا بونا، أنا بنت عندي أقل من 20 سنة تقريبا، بعمل كل الخطايا اللي في العالم بس بدرجات مختلفة. الحقيقة أنا تعرضت لظروف صعبة على مستوى الأسرة وانتقال كتير من أسرتي، مع إني ما زعلتش من ربنا ساعتها ولا صعب عليا، بل بالعكس طول عمري بحب ربنا أكتر من أي حد. بس فجأة من ساعتها بدأت تتغير للأوحش وتدريجي بزداد سوء. الأسوأ من كل ده إن لما باجي أصلي بفتكر الآية اللي بتقول صلاة الشرير مكرهة للرب، وبخاف أصلي وبيجيلي أفكار إن مش فارقة عند ربنا، والدليل إنه ساكت على الأفكار دي لو كانت غلط. وحتى لو صليت مش بطلب غير إن أرجع حلوة زي زمان، بس نادر ما بحس إن ربنا بيساعدني في ده، لدرجة إني ساعات بقنع نفسي إن ربنا بيساعدني، بس من كتر ما بتمنى ده اللي قدسك هتقوله هعمله. أنا أسف قوي طولت عليك. انت قلت كذا حاجة عايز ارد عليهم. انت قلت اول حاجة صلاة الشرير مكرهة للرب، انا موافقك. الشرير المنافق، الشرير اللي عاوز الشر وبيستمر في الشر ويقول يا رب ارحم وهو عارف انه مش عاوز يتوب، لا مش هو ده اللي ربنا هيقبل صلاته. لكن طول ما احنا بنقول ارحمني يا الله كعظيم رحمتك مهما كانت شروري ومهما كنت بحاول ولسه بقع، بس قلبي ان انا ما كملش وقوع، في قلبي ان انا عاوز اقوم، في قلبي انا بحب ربنا ومحبة ربنا جوه قلبي، وان جه عليها تراب لسه ما اتطفتش، امسكي في ربنا وارفضي الشر وقولي له يمكن وضعي صعب، ان انا من كتر ما عملت الشر اتعودت عليه، نفسي ارجع تاني زي الاول ومش عارفه. هو يا رب لما تكون بنتك واقعه في طين ومش عارفه تطلع من الطين، كتير عليها ان تقول لك انت شيلني من الطين اللي انا فيه؟ بحسب ما تكون صلاتك من قلبك وعن شعور حقيقي، الله سوف يتدخل ويعينك على ضعفك وعلى الخطايا اللي انت واقعه فيها. علشان كده اوعي تيأسي. بس انا بقى، انت قلت اللي انت هتقوله يا ابونا هعمله. هتقفي امام الله تصلي على الاقل مرتين في اليوم، خدي مزمورين، انجيل، قطع، قدوس الله. لو مش قادره تصلي الصلاه كلها اوعي تسيبيها كلها، لان في قوه في المزمور، والاجبيه بتعلمنا ازاي نسبح ربنا ونقول له قدوس. فخدي جزء من الاجبيه وجزء ارتجالي. في الجزء الارتجالي اكتبي فيها كل خطاياكي، وكل يوم ركزي على خطيه قدمي عنها توبه. اعلني اشتياقك، اقري انجيلك، اقري انجيلك. الانجيل يحمل رجاء ويحمل حب المسيح، وبيبين لنا قد ايه المسيح حبنا، وازاي الله الاب بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من امن به. فاحلى ما في الانجيل بشرة الخلاص. واسمعي كلمة النهاردة للآخر لأنها ممكن جدا تمسك بصورة حلوة، فربنا يديكي نعمة وهتبقي زي الفل. اوعي تيأسي للحظة واحدة، ارجعي لأب اعترافك وكلمي معاه وافتحي قلبك لو سمحتي. أنا سألت قدسك السؤال ده، أنا مرتبط بإنسانة جميلة جدا وأخلاقها حلوة جدا وبحبها جدا جدا، وهي كمان بتحبني جدا، بس للأسف أنا وقعتها في بعض الخطايا اللي ما كانتش تعرف عنها أي حاجة خالص. أنا عرفتها كل ده بسبب وحشتي وبسبب إن أنا اتفرجت على حاجات وحشة وحصلت تجاوزات، لكن مش للآخر. بس أنا نفسي أبطل ده جدا، وهي بتشجعني أخف إن أنا أبعد عن الحاجات دي، بس للأسف بقع وبوقعها معايا. فسؤالي، هل كده علاقتنا باظت؟ انا نفسي اكمل معاها قوي وابطل اللي بعمله ده، بس كيف يكون ربنا غضبان علينا وما يبقاش في علاقتنا، ما يبقاش ربنا في علاقتنا بسبب افعالنا؟ فهل ينفع نكمل ونتوب ونشجع بعض وفعلا يبقى في جواز في بيت ربنا بالرغم انه وحش جدا؟ وازاي اصلا اخف من اللي انا فيه ده؟ ارجوك يا ابونا ارشدني، لان بحبها جدا بس خايف عليها مني لحسن اتغوط معاها اكتر، وساعتها مش هعرف اسامح نفسي، لاني متاكد ان ربنا مش هيبقى في علاقتنا مهما تبنا. وقدسك رديت عليا فعلا قبل كده وسيبنا بعض، بس انا متضايق جدا وقلبي حزين جدا ومش عارف اتجاوز الحزن والوجع ده. اعمل ايه يا ابي؟ انا مش متخيل ان في يوم من الايام ممكن تبقى مع حد غيري، ده كابوس بالنسبه ليا، وانها ممكن تبقى مرات راجل غيري
بس اب اعترافي قال لي لازم تبعد، فبعدت، بس في نفس الوقت مش قادر، ارجوك ارشدني يا ابي. طبعا علشان انا اجاوبك اجابه شامله انا مش عارف ظروفك. يعني مثلا لو انت قلت لي ان انا قدامي لسه سنتين ثلاثه اكون نفسي وبعدين اتقدم لها، لا، يبقى لازم تبعد، لان سنتين ثلاثه فيها ريسك انك تلوث نفسك وتلوثها مره اخرى، لانك انت لسه مش عايش التوبه كما ينبغي. انا انصحك بحاجتين، في حاجات قبل حاجات. في حاجات اسمها الاولويات تاتي اولا. يعني ايه الاولويات تاتي اولا؟ first things او comes first. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي بفكر في ان انا مش ممكن حد يرتبط بيها غيري انا. طب وانت ضامن انك تعيش لغايه بكره؟ انت ضامن انك انت تفضل عايش سنه واتنين قدام؟ مين اللي ضامن؟ ابتدي بالتوبه، التوبه اللي تحررك، التوبه اللي تدخل ربنا في الموضوع تاني، التوبه اللي تخليك حتى لو اتجوزتها. ما هو في ناس بتتجوز وبسبب ادمانها للحاجات دي حتى بعد الجواز بتعمل حاجات وحشه. فعلشان انت تبقى نقي وتوصل للسماء محتاج نمره واحد التوبه. نمره اتنين، ابتدي من اجل الله ولاجل خلاص نفسك. اتنين بقى، هتقول الموضوع ده في ايدك يا رب، انا بتمناها لان انا شفت الانسانه دي قد ايه نقيه. نمره اتنين، انا حاسس بمسؤوليه ان انا دخلت لها الشر وورطتها بحاجات وحشه، فانا اتمنى يا رب انك تقبل توبتي ويكون في ارتباط بيننا وبين بعض. ربنا هيعمل ايه انا مش عارف، بس انا واثق ان ربنا يختار الصالح ليك وليها. فما فيش اصرار في حاجه زي كده. انا بضم صوتي لصوت اب اعترافك ان طالما في لخبطه ولغوطه يبقى الحاجات دي هتستمر، هتوب وتقع، هتوب وتقع، هتوب وتقع، لان انت اساسك في حاجه قدامك مش قادر تقاومها كل ما بتشوفها. فالحل هو الامتناع، التوبه، الصلاه من اجل الله، واللي ربنا هيريده يكون في كل الاحوال. بس انا يهمني توبتك نمره واحد، لانك انت زي ما قلت لك مش ضامن تعيش لغايه امتى. يا ابونا احنا 4 اخوات وكل واحد فينا عايش في بلد مختلفة، مش بنشوف بعض كتير ولكن على اتصال ببعض على طول. اختي اللي عايشة في الدولة الفلانية من كذا سنة لا يوجد لها علاقة مع ربنا، ولما بنتكلم معاها بنحس انها ابتدت عن طريق الالحاد، مش مقتنعة مثلا ان في قيامة من الاموات. ولما كانت عايشه في مصر خصوصا قبل ما تتجوز كانت خادمه وعلى طول في الكنيسه، دلوقتي ما تعرفش حد وعايشه لوحدها ومش عايزه تتعرف على حد، ليها عالم خاص بيها، عندها بنتين وللاسف ما يعرفوش طريق الكنيسه خالص. يعرفوا ان فيه ربنا ولكن ما يعرفوش اكتر من كده. جوزها مشغول على طول وبرضه مش فارق معاه ان هم يروحوا الكنيسه ولا ما يروحوش. ولما كنا نقول لها لازم تخلي البنات يتناولوا تقول لنا انا ما بعرفش اتعامل مع مصريين، اسلوبهم صعب في الكنايس. ومره شجعناها تروح للبنات القداس وفعلا راحت، ودي كانت اخر واول مره، لان في خادمه قالت لبنتها في وسط القداس ما تخرجيش، وزعقت لها وقالت لها ما فيش خروج، روحي اقعدي مكانك. واختي ما عرفتش تتكلم مع الخادمه وحست ان ما عرفتش تاخد حق بنتها. للاسف ما بنعرفش نتواصل مع بناتها لانهم بيتكلموا فرنساوي بس ومش بيفهموا عربي، والاباء الكهنه هناك ما عملوش افتقاد ليهم ومش عارفه السبب ايه. اسف على الاطاله واتمنى اسمع راي أسر. طبعا احنا في محنه خطيره. اللي انت بتقوليه ده هيخلي البنات اللي مش عارفين ربنا يكون مصيرهم ايه؟ ولما يجي يتجوزوا هيتجوزوا مين؟ هيتجوزوا ناس مش مهم بقى يعرفوا ربنا ولا لا. اختك نفسها ابتدت تجيلها افكار تشكيك في الايمان، بتنكر قيامه الاموات. طيب يعني ده احنا كل ايماننا وننتظر قيامه الاموات وحياه الدهر الاتي، يعني انكرت الايمان المسيحي كله. الحل كالاتي، لازم تعرفي هي ساكنه في اي منطقه وتخشي على جوجل وتسالي على نيرست كوبتك اورثودوكس تشيرش، وبعدين تسالي على ممكن الايميل بتاع نيافه الانبا بولس، اعتقد هو اسقف مونتريال حاليا الانبا بولس. وممكن كمان تشوفي الكهنه اللي حواليها واقرب كنيسه وتبعتي عنوانها وتليفوناتها، وكل ما يتعلق بالحادثه اللي حصلت معاها في الكنيسه ان خادمه زعقت لبناتها لنيافه الانبا بولس، وانا اثق ان هو هيهتم واثق ان هو هيتابع الموضوع. يبقى مونتريال، ما دام بيتكلموا فرنساوي اعتقد تبقى مونريال،
ما دام هي مونتريال يبقى الانبا بولس واقرب كنيسه واقرب كهنه ابعتي العنوان وان شاء الله يتصرف، ولو ما حصلش كده ابعتي لي تاني وانا احاول اتواصل شخصيا مع نيابه الانبا بولس بكل الداتا اللي انت هتبعتيها لي. سلام يا ابونا، سؤال، احنا بنقول الانسان حر مخير ولا مسير، لكن انا دايما بسال ما معنى الانسان مؤمن مخير؟ هل معنى كده الانسان المؤمن في هذه الحياه يخوض مشقات وصعوبات في هذه الحياه بقراراته الشخصيه دون تدخل من الله، وبالتالي يتساوى مع غير المؤمنين في الحياه الارضيه؟ ام معنى حريه الانسان ام ان يسلم حياته للمسيح وتصبح حياته موجهه؟ بصوا يا جماعه، حكايه مخير ومسير دوت من وانا كنت في اولى اعدادي وبيسالوا في السؤال ده اللي ما بيخلصش خالص. عاوزين اقول لكم حاجه في العلاقه مع ربنا. العلاقه مع ربنا ان ربنا ادى الانسان حريه الاراده، وبالتالي بما ان الانسان حر يبقى بياخد قرارات اراديه مسؤول عن نتائجها. بمعنى ايه؟ في حاجات ملناش دخل فيها. ان انا اتولدت في مصر ليه ما اتولدتش في نيجيريا؟ اتولدت في مصر ليه ما اتولدتش في كندا؟ خلاص دي مش هبحثها بقى انا مسير ولا مخير. فيه يوم هتموت فيه ما اخترتوش ولا سالوني عاوز تموت ولا ما تموتش. في ثوابت في الحياه. انا اتخلقت ولد، انت اتخلقت بنت، انا ما كنتش مخيره يخلقوني ولد. الحاجات دي الديفولت. احنا مش بنتكلم على ليه ادم قالتش ما كنت انا حواء وحواء ما قالش انا ليه ما كنتش ادم. لا، دي خلاص، دي حاجات حصلت خلاص. امال الانسان مخير في ايه؟ مخير في حاجتين، او عشان اسهلها لكم ربنا هيحاسبنا على ايه؟ هيحاسبنا على حاجتين في مخير ومسير دي. هيحاسبنا على افعالنا وهيحاسبنا على ردود افعالنا. افعالنا الاراديه، قايين غار حب يقتل اخوه مع سبق الاصرار والترصد، يعني فضل الغيظ حواليه وربنا انظره قال له اوعى تقتل اخوك، راح مسك طوبه او اي حاجه وقتل اخوه. يبقى ده فعل انت هتتحاسب عليه. يبقى كل الافعال الاراديه انا هتحاسب عليها. مثلا انا النهارده عندي تو اوبشنز، زي ما فينا اوبشن ان انا اتفرج مثلا على ماتش مصر وبيلعبوا حاجه في افريقيا كده دلوقتي، مش مهم يعني، مش مهم يعني عايز اتفرج على ماتش في البطوله الافريقيه، او اجي اجتماع الراعي الصالح الدنيا برد قوي انا كسلان، لا اتشجع واشجع نفسي وانزل. ده قرار ارادي انا اخترت فيه. اروح القداس ولا اروح سينما، ده قرار ارادي. انا نازل القداس وحد قال لي احنا رايحين العين السخنه وهنقضي ويك اند حلو، ده قرار ارادي. يبقى انت بتتحاسب على ايه؟ قراراتك الاراديه اللي في سلطانك انك تقول فيها اه او لا. وهتتحاسب على ردود افعالك. يعني ايه ردود افعالك؟ يعني واحد ظلمني فقلت انا ما نزلش حق، اداني قلم اديله قلمين. فواحد تاني اهدى شويه يقول لك لا، اداني قلم اديله قلم، انا ما بحبش الظلم لكن قلمين دي لا. واحد تالت رد فعله انا متغاظ بس ما بحبش الانتقام، يا رب انتقم لي منه واشوف في يوم. واحد تاني يقول لك لا، انا لا اقدر اخد حقي بايدي ولا اقدر انتقم، بس انا موجوع فبقول لك يا رب اسندني. واحد تالت قال الوصيه بتقول ان انا افوت ومن لطمك على خدك فقادر له الاخر، ربنا يسامحه. صحيح مش طالعه من قلبي قوي بس ربنا يسامحه. واحد بقى قال يا سلام انا استاهل يا رب البركه دي، اخد بالقلم على وشي واتظلم؟ اكيد كله متحوش فوق. انا موافق ان انا اكون العاذر هنا على الارض بس اكون في حضن ابراهيم فوق ومش اقل من كده. يبقى هنا عندنا قد ايه؟ انا قلت لكم 6-7 ردود افعال، من اسوأ رد فعل لاقوى رد فعل. طول ما احنا ردود افعالنا ناحيه الوصيه وناحيه ان احنا نرضي ربنا يبقى انت اتعاملت كويس مع الوصيه ودي محسوبه ليك. يبقى انت بتتعامل على افعالك الراضيه وردودك الافعال. زي واحد تاني خسر خسارته، خسر في الشغل بتاعه فيجدف على ربنا. واحد تاني يقول لك كله للخير. هل ده زي ده؟ يبقى احنا نتحاسب على ايه؟ افعالنا وردود افعالنا. وبلاش حكايه بقى الفلسفه بتاعت مخير ومسير. طب ما هو ربنا ما ادانيش اوبشنز، ما هو قال لي يا تحبني
يا هوديك في داهيه، يبقى انا كده مسير في محبه الله. طب انا مش عاوز احب ربنا. لا، هو ده لك الاختيار، يا تحبه ما تحبوش، بس وقال لك ده نهايته كده. زي بالظبط ايه، انا بقول لك هتذاكر وتنفع ولا ما تذاكرش وما تنفعش؟ تقول انت كده اجبرتني، انا كده ما عنديش حريه، انت ربطت ان انا انفع بالمذاكره. ما دي الحقيقه. قلت لك لا، انا كده مجبر اني احب الله يا اما اخش الجحيم، فانت اجبرتني. لا، انا اديتك الاوبشن واديتك الاختيارات، فانت حر، اختار اللي انت عايزه. اصل الناس دي ما بتخلصش على فكره في القصص دي. في واحده بتقول لي من فضلك ما تقوليش تروح لدكتور نفسي، بس الحاله محتاجه مساعده نفسيه مع المساعده الروحيه. البنت دي باختصار بتتكلم على مشكله خطيره جدا في الجواز. كل ما بتجيلها سيره ان في عريس، وخاصه ان هي في سن ارتباط واشتغلت واتخرجت وبعدين بطلت شغل، بيحصل لها نوع من انواع الفوميتنج، يعني بترجع وبتتعب قوي قوي وبتنهار نفسيا وتبقى ان بانيك اتاك، يعني حالات مش متظبطه خالص خالص خالص، لاكتر من سبب. شافت عند بيتها اسوأ صوره للحياه الزوجيه، الاب العصبي جدا اللي طول يعني اللي هو في عصبيته ممكن يقتل يعني. فكان الحل الوحيد في التعامل مع عصبيه الاب انها تسكت خالص. وشافت بالطبع قهر الام المقهوره اللي مش هتقدر تدافع عن نفسها. فمن كتر ما شافت هي تعبت قوي. يعني احنا دلوقتي في حاله خلاصه حياه صعبه. فهي الحياه الصعبه ديت اثرت بس مش على انها ما تحبش الجواز، لا، حاله نفسيه وعصبيه انها بيجي لها البانيك اتاك او الفوميتنج او وات ايفر، يعني بيجي لها ايه. فهي بتقول الحقيقه اوعى تقول لي دكتور نفسي. وبتقول انها اشتغلت، ولما اشتغلت تعبت قوي لان اشتغلت في التدريس مع اولياء امور، فتعبت قوي فبنزينها خلص، فسابت الشغل وقعدت في البيت ولسه في اللوب ده. بص يا بنتي، لو ما قلناش ان احنا هنشتغل مع دكتور نفسي يدي دواء، خلاص بلاش دكتور نفسي اللي يدي دواء. لكن انت محتاجه، اعتقد، ناس بتشتغل على حاجه اسمها التعديل السلوكي. بيتعاملوا، بس دول قليلين في مصر قوي اللي بيعملوا كده، لانها بتاخد وقت طويل وعاوزه صبر. بيخشوا لاصل المشكله ويجردوها ويحللوها، وبعدين يبتدوا يدي علاجات تدريجيه بحيث ان الانسان بيتعامل مع الموقف بالعقل مش بالمشاعر. لان واضح المشاعر عندك هي اللي بتقلب معدتك. البانيك اتاك والخوف ده ازاي نقدر نغلبه؟ في الاول ممكن يدوا شويه مهدئات خفيفه علشان بس نطلع من الحته الصعبه في العلاج. وبعد كده هو بيبقى في حاجه اسمها التقويم السلوكي او التعديل السلوكي، بياخد وقت. بس اللي انت بتقوليه ده ملوش غير حلين. حل روحي ان احنا نتكلم مع ربنا واب اعتراف نفتح قلبنا، بس طبقا للمواصفات اللي انت قايلها، ده هيكون جزء من الحل. لكن هتحتاجي جزء يحل اللي بيسموها العقده او يحلل المشكله ويديكي تعديل. ابونا انا اتعرفت على شخص وتعلقنا ببعض جامد قوي، اللي كانوا رابطينه علشان هو كان متجوز قبل كده، وفضلنا نحاول نقنع في اهلي بطرق كتير وما كانش في فايده. فاخدت قرار اني لازم ابعد، وبعدت فعلا. وهو رجع يكلمني تاني، وانا كان ليا فتره رجعت افكر فيه وفرحت انه كلمني. بس انا عارفه ان ده غلط. ارجوك يا ابونا قول لي اعمل ايه، انا لسه متعلقه بيه وبفكر فيه كتير. وفعلا انه كان متجوز قبل كده. هل ده سبب كافي للرفض ولا احاول تاني؟ قضيتين. هل لو كان واحد متجوز قبل كده ده سبب كافي لرفضه؟ يعتمد على حاجتين. هل هو كان جاني ولا كان مجني عليه لما الكنيسة قالت له ان ده ممكن يطلق او اخذ حكم محكمة؟ يعني بص يا بنتي، نص المسيح واضح قوي. اللي هيتزوج بمطلق او مطلقة فهو زاني. طب يا ابونا يعني كده محدش مطلق يتجوز تاني؟ لا، بس قال قبلها ايه؟ من طلق امرأته، او المرأة لو طلقت رجلها الا لعلة الزنا. يعني الزاني هو ده اللي اتطلق، اللي ملوش حق ان الكنيسة تجوزه تاني، يعيش بقى في التوبة مع ربنا. لكن لو في اسباب تانية
ودي كتير. حاجة اسمها العنة النفسية، في حاجة اسمها فرضا الطرف التاني بتاع الإنسان اللي بيتقدم لك ده هو اللي غلط وزنى، طب هو بريء، يبقى من حقه الكنيسة تجوزه جوازة تانية. فبنبحث كل حالة لوحديها. فلو كان الموضوع لسه فيه أمل، اقنعي أهلك إن بموافقة منه كتابية تطلعوا على ملف المجلس الإكليريكي إيه كان سبب الطلاق. لو قال لأ أنا مش عاوز حد يطلع على الملف، دي تخوف شوية. نمرة 2، معاه تصريح ولا لأ؟ ولو معاه تصريح، التصريح خده ازاي؟ يعني في شويه حاجات كده اسالي فيها اب اعترافك. ده الجزئيه بتاعت الشخص اللي اتطلق ده ينفع يتجوز تاني ولا لا. فاهمين؟ دي جزئيه. لكن الجزئيه اللي انت فيها مش كده، فيها ان الاهل نفسهم رافضين. طب هل هو ممكن واحده تتجوز عن غير رضا اهلها؟ الحقيقه صح، وهم عندهم حاجه. طب انت دلوقتي بتكلميه يعني بتكذبي عليهم. يا بنتي انت في لفه مش متظبطه، عندك احتياج عاطفي ومجذوبه له قوي، وفي الوقت نفسه عارفه ان مش ممكن هتتجوزيه. يبقى اللي بنعمله ايه؟ بنضيع وقت وجهد، ومش هتقدري تخرجي بره طوع اهلك. فيا اما نقنعهم بالصوره الاولانيه ان معاه مستند يثبت انه مجني عليه، ونحاول بمحاوله تانية عن طريق اب كاهن يتدخل لو اطمن لقصته. لكن لو كده اهلك رافضين، اسحبي نفسك من الموضوع، لان انت اللي بتدفعي الثمن. وده ممكن يكون بعد كده في فرص تانية يا بنتي كويسه بتتقدم لك وانت مش قادره تشوفيها عشان متعلقه بيه عاطفيا. فينصرف كده ينصرف كده. يا ابونا انا بنت عاطفيه ما كملتش 20 سنه ومشاعري زي ما تقول كده مدلدقه. يعني اي حد يتعامل معايا بطريقه كويسه بحس بمشاعر جوايا، مش عارفه هي عادي ولا غلط. ولما كنت في ثانويه كان في مدرس عجبني تصرفاته وطريقه كلامه، بقيت كل شويه اتكلم عليه وحاسه ان كلامي اوفر. كمان صحابي حاسين كده، وانا مش عارفه اقول ازاي لاب اعترافي عشان انا خوجله جدا. اكتبي له اللي انت كاتبه لي في السؤال ده بالظبط. انا عاطفيه شويه وبحس ان انا سريعة التعلق. بلاش تقولي مدلدقة وبتاع، إذا كنت هتتكسفي قولي أنا يا بونا عاطفية وسريعة التعلق، أعمل إيه؟ بصي برضو دي من الحاجات اللي تيجي بالتدريب. يعني إيه بتيجي بالتدريب؟ أصل بصوا يا جماعة كلنا عندنا مشكلة. في حاجة ابتدت بالشعور إن أنا بصيت للمج ده، المج ده عجبني. في نفس اللحظة لو ما خدتش قرار إن المج ده مش بتاعي وما ينفعش أبص له البصة دي، البصة التانية بقت محسوبة عليا. لأن تاني ما أقول هو اللي عنده المج ده ممكن يدهوني. طب لو أنا خدته من وراه دي تبقى سرقة. طب ما هي مش سرقة عشان أنا محتاج أكتر منه، وبعدين أنا عطشان دلوقتي. انتوا واخدين بالكم بقى؟ ففي لقطة في الأولانية لو الإنسان بمنتهى الرجولة ما نزلش بالسكينة على الفكر وقطع رقبتها، الفكر يسلسله لمشاعر، والمشاعر لما تملك القلب بيبقى صعب التخلص منها. لكن الفكرة في الأول it is not mine، ده مش بتاعي. واخدين بالكم أنا عملت إيه؟ فأوقات كده بتبقى في قرارات حد. لكن اللي أنا عايز أقول لك عشان أنت لسه سنك صوانطت شوية، أنا متوقع إن دي فترة سنتين 3 وهتعدي على خير. لان ده سن التين ايجرز كده بيبقى يعني العاطفه عنده عاليه شويه. لكن برضو علمي نفسك انك تتحكمي بعقلك في قرار قبل ما مشاعرك تضغط عليك. اخر سؤال. حد عايش في كاليفورنيا، اتربيت هناك بالثقافه بتاعت الميدل ايسترن، متجوزه وربنا مبارك لي في جوزي وعندي طفلين، وانا صغيره كنت عنيده جدا وبتصرف بتصرفات كده فيها التذمر وبعدين طيب معلش يا ولاد عشان بدل ما اقرا بالانجليزي وبعدين ارجع اترجمه. قضت فتره صعبه قوي من اول العشرينات في الخروج والهيصه والى اخره. دلوقتي انا ام وزوجه، لكن عايشه في خوف فظيع جدا
من ربنا علشان حسب انتقامه مني، هينتقم. وامي كانت بتقول لي كده، وكان دايما بتحذرني ان ربنا عمره ما هينسى ولا هيسيبك، وربنا هيدفعك الضعف. يا ساتر يا رب، ده ارهاب ده لكل اللي عملته فيها. انا عاوز اعرف هي امي حقيقيه صح؟ انا ربنا اداني ابنه وابن، وهل يا ترى ابني وبنتي هيعملوا فيا اللي انا عملته في امي؟ انا خايفه جدا من ربنا. انا ما ادركتش لما كنت في العشرينات اللي عملته ده كان صعب، بس الخوف دلوقتي انا مش قادر اوقف. I cannot stop thinking of my God's revenge. انتقام الهي يعني. لا، بص يا بنتي، الله لا يشاء موت الخاطي مثل ما يرجع واحد. ربنا مش بتاع انتقام، ربنا بتاع غفران. وهو ربنا لما يغفر يقول لا أعود أذكرها لأجل اسمي. وفي الوقت نفسه في ناس بتقول ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. طبعا ربنا عاوز يقول لنا بالآية الأولانية ما يزرعه الإنسان يحصد. يعني إيه؟ يعني مثلا واحد كان بيزني وجاله مرض جنسي، ده طبيعة ثمر الخطية، بس احنا الاتنين داخلين في بعض. لا، انت بتقول انك انت انسانة في قلبك مخافة الله، ندمانة على فترات الصبا اللي هي من اول العشرينات لغاية اخر العشرينات، عاوزك تطمني ان ربنا سامحك تماما، وعاوزك تطمني ان ربنا مش بتاع انتقام. لكن في الوقت نفسه انا عاوزك تبقي a very good mother. how come اذا تكوني very good mother؟ انت عرفتي يعني ايه البنات بتتأثر في العشرينات، وعرفتي اصدقاء السوء ودوكي لغاية فين ورجعوكي، وعرفتي ازاي تكذبي على امك وتخرجي وتقولي لها انك رايحة مشوار وتروحي مشوار تاني مع اصحابك. فده معناها انك على الاقل تتعلمي من غلطك وتربي ولادك تربية كويسة جدا. التعويض اللي انت هتعمليه انك انت اتعلمتي من خطأك في تربيتك لاولادك، هتعوضيه. لكن ما تخافيش من الانتقام، قولي له يا رب انا غلطت ووجعت قلب امي قوي 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 قوي، اوعى يا رب تسمح ان يتكرر الكلام ده معايا في اولادي، وده يخليك تحافظ عليهم اكتر. لكن انا اؤكد لك ان الهنا اله غفران وليس اله انتقام. هقول لك حاجه صغيره بس، في مثل الابن الضال اللي اخذ كل عيشه ابوه صرفها على الزواني، ما انتقمش منه، حضنه وذبح له العجل. فانت ما دام ندمانه على اللي فات، حط عينيك في راسك وانت بتربي عيالك عشان ما يتكررش معاهم اللي انت عملتيه في امك. لكن اطمني، يعني انا اثق في محبه واتساع قلب الله في الغفران. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. القلق والاضطراب والضيق وكآبة القلب والإحباط، أعتقد محدش فينا محسش بشعور من المشاعر دي. أنا بشر وضعيف. الدكتور حط السونار قال لي شاكين في حاجة، هخاف، مش هعرف أنام لحسن تكون، وهكذا. إحباطات، ظروف الحياة. أنا متخرج باخد لي 3500 جنيه والشقة ب1,000,000 جنيه مثلا يعني، وأبويا من أسرة متوسطة. بصوا من ده كتير. أنا خلفت عيالي وخايف على عيالي ما يعرفوش طريق ربنا، أو لما يكبروا يسيبوا ربنا. قلق، خوف، اضطراب، إحباط، كل دي مشاعر سلبية. علشان كده أنا اخترت موضوع أكلمكم فيه النهاردة، عنوانه كده عاوز أطمن. الحقيقة
مفيش مرجع قريت فيه عشان اقول لكم ان انا حضرت الموضوع ده من مرجع، لكن انا هقول لكم من خلال اكتر الناس اللي شفتها في حياتي عندها سلام داخلي مهما كانت الموجة رفعتهم او نزلت وهبدتهم، عندهم سلام داخلي عجيب وعايشين في طمأنينة فوق الوصف. فانا من النوع اللي يلاحظ كتير، يعني انا ما فوتش حد قال شاف في حاجة كده حلوة قال لما لازم اكون بعد ما روحت اخدت بيها نوت كده بيني وبين نفسي، يعني من صغري الحقيقة ربنا خلق فيا الطبع ده، او انا كده وخلاص. فانا هقول لكم من خلال ناس شفتها ايه اللي خلى الناس دي كلها مطمنه، او ايه عناوين الناس اللي انا قابلتها وعندها سلام لا يدنى منه، سلام فوقنا كلنا عشان نتعلم منه. اول ناس شفتها مطمنه او اول كاتيجوري كده هنقول عليه المسنود بالوعد. واحد مؤمن بربنا بجد. عارفين الوعود بقى الإلهية، الآيات مثلا، يعني واحد زي يشوع ابن نون. يشوع ابن نون دوت بعد موسى العملاق، مين ده اللي ممكن يمسك الشعب بعد موسى؟ فيقف ربنا يقول له كده كما كنت مع موسى عبدي أكون معك، ويكمل آية كلكم حافظينها، لا أهملك ولا أخذك ولا أتركك، لا أتركك ولا أهملك. خلي بالكم أنا واثق إن لازم تكون دي جات لكم على الواتساب 10 مرات واتبروزت واتحطت حواليها وردة مرة ومرة صورة ومرة للمسيح بيطبطب على حد، بس البوست ده أو الآية دي مش عشان تعملها فورورد أو شير. الآية دي اتكتبت عشان انت تؤمن أن الله اللي كان مع كل أبائنا هو نفس الإله اللي بيقول لك لا أهملك ولا أتركك. زي ما كنت مع موسى وكنت مع أبوك ومع جدك وسهلت حياتهم وسندتهم لغاية لما أنت جيت، هكون معاك ومع أولادك. أنت خايف من إيه؟ If you trust his promise، إذا كنت أنت مؤمن بوعده، إذا كنت أنت متمسك وتؤمن إن كل اللي قاله حق، هتلاقي نفسك مطمن. هتلاقي نفسك، يعني مثلا على سبيل المثال الكنيسة نفسها مطمنة ليه؟ لأن في آيات قوية بتقول أن أبواب الجحيم لن تقوى عليها. فأنا ممكن أكون بترك ماسك كنيسة والظروف صعبة قوي، في اضطهاد، بيدبحوا مش عارفين بيعملوا ايه، في عصور كتيرة قوي من الكنيسة، من أيام المماليك وأيام العثمانيين شفنا أيام سودة كمسيحيين، بس الكنيسة لسه باقية. ليه؟ لأن المسيح كان وعده صادق، لو انتوا اتمسكتوا بيا أنا ماسك بيكم. فالواحد ده بيسند أي حد في مسؤولية، عارف إن في أزمة، عارف إن في مشكلة، بس من جوه مطمن لأن وعد ربنا صادق. ربنا بيقول أنا مش ممكن أنساك. بيقول لك كده سؤال كلكم عارفينه، هل تنسى المرأة رضيعها ابن بطنها؟ يعني في ست ممكن تنسى عيالها؟ لا يمكن تنسى عيالها. حتى دول ممكن يجلوا، عارفين يعني ايه يجلوا؟ يعني ممكن ينسوا، بس انا ما انساش. لو انا ما فعلا عندي وعد واؤمن بيه. احكي لكم حكايه معروفه قوي عن ابونا بشوي كامل، اكيد حكيتها لكم بدل المره 10. ابونا بشوي كامل لما كان متالم في انجلترا من مرض الكانسر وابتدى ياخد كيماوي، وابتدى شعره يقع على قد ما تصوني انجيل كانت متماسكه، لكن جه عليها وقت حصل لها بريك داون. عارفين ايه بريك داون؟ يعني انهيار نفسي صعب كده، وابتدت تعيط. ابونا كان تعبان، نداها وقال لها تعالي اقعدي جنبي من على السرير، فقعدت جنبه. في الوقت ده بسبب الكيماوي كان شعره بيقع لوحده، فمسك عمل ايده كده، فمن غير ما يشد يعني الشعر طلع في ايده لانه اوريدي الشعر بيقع لوحده. قال لها افتحي ايدك، ففتحت كف ايدها فمسك شعره. قال لها عارفه الشعره دي ما نزلتش الا باذن المسيح، والشعره دي ما نزلتش الا باسم المسيح، والشعره دي
استأذنت المسيح قبل تنزل، فهي قالت له ايه اللي انت بتقوله؟ قال لها لان المسيح قال شعور رؤوسكم محصاة. الوحيد اللي عارف عدد شعر راسي هو المسيح، ودي ما حدش يعرفها غيري انا، ما حدش يعرفها فينا احنا، لكن ما حدش يعرفها غيري انا كالله. يعني الله، طب لو انا فعلا مؤمن بدي ماذا يصنع فيه انسان؟ ده المزمور اللي قاله داود النبي واكد عليه بولس الرسول في رسالته للعبرانيين، قال ماذا يصنع بيه انسان؟ اذا كنت ده انا ربنا ماسكني من ايدي، مين ده اللي يقدر يعمل فيا حاجه الا بسماح منه؟ ولو سمح منه هقول له يعني انت راضي بكده؟ هيقول لي اه انا عارف ان ده كويس. هقول له خلاص لتكن مشيئتك. الناس زمان كانت عايشه الايمان ببساطه، كانت عايشه الايمان ببساطه، وكانت بتصدق وعود ربنا. يمكن مش حافظين الايات زي ما احنا حافظينها، ولا كاتبين الايات على الموبايل زي ما احنا كاتبينها، بس كانت الايه متعاشه. وانا شفت ناس كده، شفت ناس كده، خدمت ناس كده، ناس اخوة رب ما يعرفوش يقروا ويكتبوا، بس هي بتقول بتوعظ عيالها يعني كده على اللي هم متمردين ويقولوا الحياة صعبة، بتقول لهم ما تخافوش بكرة في ايد المسيح. ده المسيح قال ان العصافير اللي بتطير دي، ما قالتش بقى ليست 5 عصافير تباع بفلسطين وليس احد من المسلمين، دي الآية هي مش حافظة الآية. ده المسيح قال كده ان العصفور ده ما يقعش من السماء الا بإذنه، والعصفور ده ملوش تمن، بس ربنا بيقوته كل يوم، بيبعت له الحبايه اللي على قده وعلى قد كتاكيته. فاذا كان ربنا واخد باله من العصافير اللي لا نزل ولا اتصلب علشانها، مش هياخد على بالكم انتوا المتعلمين قالوا بتروحوا مدارس احد؟ يا شيخ بلا قرف ده الام اللي بتقول كده يعني مش عاجبها. الناس دي ربت، الناس دي عاشت. الانسان اللي مسنود على وعد ربنا مطمن، لانه مش بيقولوا ولا بيشيروا. المسيح بيقول كده، انا ده وعد اهو، وعد، انا واقف على الباب بخبط، اقرع يعني بخبط، ان سمع احد وفتح هخش واتعشى معاه تصور كل يوم المسيح بيخبط على قلبك وتقوم تفتح له يقول لك انا مقضي الليله معاك. ايه ده؟ مين ده اللي ممكن يقلق؟ مين ده اللي ممكن يتهز لو عنده ايمان بهذا الوعد ان المسيح معاه كل يوم في بيته؟ ده لما الواحد بيحصل له كده، انا هفترض ان في واحد جات له رساله تهديد وكلم الشرطه، فقالوا له هنعمل لك حراسه 24 ساعه يا فندم جوه البيت وعلى باب العماره وفي العربيه معاك حد مش متحسن. الحمد لله مطمن عشان شويه بشر. طب لو المسيح فعلا انت مؤمن بالوعد انه دخل ويتعشى معاك، يعني هيبات معاك، ازاي اقلق؟ ازاي ما بقاش مطمن؟ اللي معايا ده مين؟ ده اله القوات، له التكث كل ركبه ما في السماء ومع الارض. الهي ربنا يا جماعه، ربنا ماشي معايا، اخاف من مين؟ فهمتوا؟ دول ناس كان كل كلامهم معايا لما اسالهم على سر هدوءهم وسر سلامهم الداخلي والطمأنينة اللي عندهم، كان يجاوب لي بآية من آيات الكتاب المقدس اللي تشع كلها وعود اطمئنان. لكن مش داود قال يا ابونا، تبقى ام كده بزورها وعايزه تطمن عيالها في الامتحانات، مش يا ابونا انت برضو ابونا وانت اللي تقول لنا وتعلمنا. مش داود قال وان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي؟ يعني لما ربنا يكون معانا نخاف من الموت؟ ما نخافش من الموت، امال بنخاف من الامتحانات ليه بقى؟ تكلم عيالها وتوعظهم، تلاقي ست عندها امان. علشان كده وعود ربنا اتكتبت مش عشان نتأمل فيها في الوعظ ولا تشيرها بمسج على الواتساب
زي ما الناس كتير قوي كل يوم تبعت لي رسائل كده كلها ايات حلوه، انا مش ضد كده، انا بفرح لما بتجي الايات دي وبقراها بعض الاحيان. لكن الاحلى انك انت تعيش الوعد. لما ربنا يقول ها انا معك لا اهملك ولا اتركك، ده ما بيكلمش يشوع ابن نون، ده بيكلمني انا. لا اهملك ولا اتركك. ايه اللي هيحصل اذا كان ربنا معايا؟ لما المسيح بيقول من آمن بي ولو مات فسيحيا، ازاي اخاف من خلاصي او اخاف ان انا ماليش امل في الخلاص طول ما انا مؤمن بربنا وماسك فيه؟ لا، هخش السما. لان في ناس قلقانه جدا تقول لك بص يا ابونا يعني سامحني، السما اتقفلت من زمان، احنا بنلعب في الوقت الضايع كلنا، احنا يعني كده يعني. لا، الوعد واثق، من آمن بي ولو مات فسيحيا. اللي عايش التوبة لا يستطيع أن يغلبه الموت الثاني اللي هو موت الدينونة. يبقى في وعد، والوعد يدي ثقة، والثقة تدي لك طمأنينة. احفظ وعود ربنا واتكلم بيها في قلبك، بس لوحدها مش كفاية، لأن لسه في حاجات تانية هنعرفها في الآخر. تاني نوع من الناس اللي هي مطمنة، نوع تاني اسمه ايه؟ رامي المشكلة عليه. الاولاني اسمه المتمسك بالوعد او المسنود على الوعد. تاني نوع اسمه رامي المشكلة عليه. يعني ايه رامي المشكلة عليه؟ بصوا يا جماعة، انا عاصرت اواخر البابا كيرلس، لكن عصري كله مع البابا شنودة، بس اللي استلمته من اللي قبليه. يعني انا كنت في تانية ثانوي لما البابا كيرلس تنيح تقريبا، بس الحقيقة كان رجل مشاكل. البابا كيرلس اللي احنا قاعدين النهارده نعمل له اعياد بقى، ومجمع المقدس قال يتحط في الاواشي ويتحط في المجمع، يعني خلاص بقى رسمي معلن قديس في الكنيسه. على فكره ايام ما كان عايش ما كانش كده، شاف مشاكل لا تتخيلوها. المشاكل لما تيجي من بره للي بيضطهدوه تتبلع، لكن المشاكل لما تيجي من اولاده ما تتبلعش. طلعوه انه سلبي، طلعوه انه ملوش في التعليم، طلعوه انه بيروح دير مريمينا هروبا من المشاكل. في يوم من الايام بالتحريض من بعض الاشرار، بعض الكهنه مضوا على وثيقه لخلع البابا كيرلس السادس من منصبه كبطرك، وقدموها كانوا رايحين يقدموها لجمال عبد الناصر، وكان يعرف كل ده. في يوم من الايام كان بيتشتم في الجرايد جورنال مسيحي كده، انا ناسي اسمه دلوقتي، كانوا يقولوا عليه اي كلام. الراجل ده اخذ في جنابه كلام زي الرصاص. مش عايز اقول لكم كان متألم قد ايه، بس عارفين بابا كيرلس كان يعمل ايه؟ يلم كل ده ويرميه على المسبح كل يوم، يرمي تحت رجلين المسيح كل يوم. في يوم من الايام ابونا مينا ابا مينا حكالي قصه ان في يوم من الايام وهو بيصلي صلاه باكر وكان مطحون من الحاجات اللي انا بحكيها لكم دي، وهو بيلف وقف عند الكرسي اللي هو بنسميه كرسي الاسقف او كرسي البطرك. الكرسي ده ما يقعدش عليه الا الاسقف لما يجي، لانه يمثل رئاسه الكهنوت، وبيبقى اسمه في كل كنيسه كرسي ماري مرقس يعني. فمره واحده رفع البخور بشده قدامه الكرسي ده وتهلل بالروح ووشه نور. فهو بيقول انا كنت واقف شماس معاه الساعه 5 الصبح بنرفع البخور باكر عشان قداس، فبعد ما القداس خلص كده قلت له، وهم بيلبسوا التون يعني بعد رفع البخور باكر وقبل القداس، راح بقى له سيدنا هو ليه وقفت قدام الكرسي بتاع الاسقف ده وفضلت ترفع بخور فتره طويله قوي ومفيش حد؟ عاده انت اللي بتبقى قاعد على الكرسي ده وحد يقدم لك ايد بخور، انت اللي مش. قال له هو انت ما شفتوش؟
قال له هو انت ما شفتوش؟ قال له شفته مين؟ قال له ماري مرقس. ده كان قاعد كل رفع بخور باكر، كل رفع بخور باكر كان قاعد بنفسه. ايه ده؟ بس البابا كيرلس كان فيه ميزه، يعرف يرمي المشاكل على ربنا. البابا شنوده شاف ايام، مش عايز اقول تاريخ بقى، ايام بقى حد ما كانش بيحبنا قوي، ورئيس وزراء كان متعب جدا. انتم التاريخ يمكن لما تقروه تعبونا جدا جدا، وكان في تحريض ضده وانه عاوز يعمل انقلاب، اي كلام في اي حاجه. والبابا كلكم عارفينه راهب ابعد ما يكون عن كل ده. والغريبه ان هو يتخبط فيه وما يقدرش يرد، يتقال عليه انه عاوز يعمل فتنه ومن البابا ما يقدرش يرد. هيقف قدام رئيس الجمهوريه يقول انا مش كده، هيطلع راس كذاب ومين هيسمع؟ الاهل كان بيجمع اللقبات عشان يعملوا انقلاب. من امتى احنا بتوع كده؟ شوفوا قد ايه تحمل البابا، ولم تفارقه بسمته لحظه واحده. لان البابا كان من تدبيره لما تحصل مشكله يروح الدير يقفل على نفسه 3 ايام ويرمي كل المشاكل تحت رجلين المسيح ويقول له دي كنيستك انت اللي باقي لها، مش انا اللي مستني، ويخرج. وهو اللي قال لي الكلام ده لما سالته، وحكيت لكم برضو الكلام ده قبل كده. فاكتر واحد مطمن وراسه مرفوعه اللي يعرف كويس قوي يرمي المشكله تحت رجلين ربنا. ايليا حصل معاه كده. ايليا ده راجل جبار قوي. فايه اللي حصل؟ وقف قدام ربنا قال له عاجبك اللي بيعمله اخاب وايزابل مراته؟ خلاص دي بتطلب نفسي وانا اللي بقيت لوحدي بس بدافع عنك. فربنا يقول لا اطمن يا ايليا، بس كويس انك جيت حكيت معايا. ما دام جيت حكيت معايا انا هقول لك بقى. عايز اطمنك ان في 7000 نفس وفي 7000 رجل لم تكسو ركبته للبعل. يعني في 7000 واحد في اسرائيل، انت مش لوحدك. اوقات لما الدنيا بتسود يا جماعه في عين الواحد يفتكر ان هو لوحده اللي بيجاهد من اجل الحق ومن اجل العدل وكل الناس تخلت عنه. قال له لا انا هطمنك، ما دام انت جيت تتكلم معايا فانا عايز اقول لك انت مش لوحدك، في 7000 واحد زيك. وانا هقول لك تمسح رؤساء وتمحس نبي كمان يخلفك. وربنا ابتدى يشجعه. اتكلم مع ربنا مهما كان الضيق اللي جواك، يا اما ربنا هيحل لك المشكله، يا اما ربنا هيدي لك تعزيه، يا اما هيرفعك فوق المشكله. يعني يحلها، يا يبعت لك رد، يا يرفعك فوقيها ما تحسش بيها. بس كل اللي انا واثق فيه ان لو حطيت كل مشاكلك في ايده اليمين هيطبطب عليك بايده الشمال. يقول لك ما تخافش يا ابني ما تقلقش، فتطمن. جربت انت دي؟ انك بدل ما تشتكي كل مشاكلك للناس تقف تحطها في حجر ربنا وتقول له قول لي رايك، او ارسل قضاءك، او قول لي صوتك، او ارفعني من الغمه اللي انا فيها، وشوف ربنا هيعمل ايه. الناس ديت ناس الحقيقه مطمنه قوي ومرتاحه قوي لانها تصلي حتى لو مشكله ما اتحلتش تلاقيه كده راجع من الصلاه رافع راسه ومطمن لك. ربنا عاوز كده، ربنا رايد كده، ربنا ليه حكمه في كده. تقول له انت جايب الهدوء ده منين؟ ده في ناس اوقات تتضايق من الناس الروحيين يقول دول عندهم برود، دول مش حاسين زينا بالازمه. هو لا، هو حاسس بالازمه بس هنا ربنا رفعه ايه عن الازمه. تالت حاجه او تالت مجموعه من الناس اللي كانت مطمنه قوي وعندها سلام داخلي، الناس اللي عندها ثقه وايمان ان الله يتصرف في كل المشاكل. احنا عندنا نوعين من الناس يا جماعه. عندنا نوع يحمل ربنا حاجات هو مش مسؤول عنها، والنوع التاني يبعد ربنا عن كل الاحداث اللي على الارض. يقول لك الحاجات دي مش بتاعت ربنا، ربنا ملوش دعوه بالحاجات دي، يعني بيعزل ربنا عن حياته. الحقيقه لا، ربنا موجود وربنا ما بيتفرجش وربنا بيشتغل بقوه. على سبيل المثال كلكم عارفين قصه يوسف
اللي الست اتبلت عليه واتحط في سجن 11 12 سنة. بريء بريء. لكن شوف ربنا بيتعالج في المشاكل ازاي. الراجل ده لما دخل السجن اللي هو يوسف، والست دي اتبلت عليه، يقول لك في الكتاب المقدس كده ان الله بسط لطفا ليوسف. حد يعرف ايه بسط لطفا؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه برضو؟ يعني ايه بسط لطفا؟ يعني ايه بسط لطفا؟ يعني انا في سجن وفي وسط مجرمين وقتالين قتله، وفي سجن فرعون اللي بيخش وما بيخرجش منه، ومع هذا ربنا حاطه بهاله ان بقى عنده، عارفين لطف يعني ايه؟ ارتياح داخلي، سلام داخلي. ازاي في وسط النار دي يبقى انت جواك الندى الحلو ده؟ بسط لطفا. ناس كلها هايجه وهو قاعد هادي مرتاح، متألم شويه من اجل التجربه، لكن جواه راحه. عارفين الايه بتاعت وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا؟ اتقالت فين؟ في سجنه، في عزلته، في غربته، وهو عبد من السيد. ازاي ربنا بسط له وكان معه فكان رجلا ناجحا؟ ازاي ربنا اداله نعمه في عين السجان فيديله مفاتيح السجن ويقول له انت اللي تاكل وتشرب الناس كلها؟ لطفا. لطفا يعني ايه؟ يعني مثلا تصور مثلا احنا في مره رحنا خلوه واحنا في اولى ثانوي. رحنا، كانت خلوه صعبه جدا جدا. يعني عايز اقول لكم بس اياميها كان لسه في رهبان كان بتمشي حافيه في الدير. يعني انا شفت المنظر ده، راهب ماشي حافي بيشتغل في الدير حافي. شفت انا المنظر ده. فالدنيا غير الدنيا خالص. يعني مش بالضروري تاكل 3 وجبات في اليوم، ومش بالضروري الاكل اللي تاكله ما كانش يبقى محمض. لا يعني كانت الدنيا دنيا. فطبعا احنا اولاده في اولى ثانوي وكنا اول مره نروح دير بالشكل ده. ما كانش طبعا في ملايات، بس كان في مرتبه على الارض، ما كانش في سراير. وكانت المرتبه من كتر الجلخ اللي عليها، وحكيت لكم دي قبل كده، كانت ناعمه. عارفين مزفلطه؟ يعني انتوا عارفين هو عجينه كده بعيد عنك من العرق والطين وعدم الغسيل وعدم النظافه، فتمشي عليها كده تلاقيها مليطه، معرفش، مش عارف اوصف، هي مزفلطه مليطه حاجه كده وسوده يعني، والمخده زيها. وبعدين بقى ايه، نقلب المرتبه فاكرينها انضف، طلع ان اللي احنا فيه ده هو النظيف، لان اللي تحت اسوأ بكتير قوي. فكنا 4 5. انا الحقيقه كنت من المتذمرين، ما ادعيش ان انا اللي كان عندي لطفا دي خالص. يعني انا ما كانش عندي لطفا خالص. انا قاعد ابص وبفكر هنام على الحيطه ولا اشوف لي كرسي انام عليه، لان ده مش هينفع انام عليه. وبعدين لقيت واحد داخل. اول ما دخل الاوضه، اكبر مننا بسنه او سنتين يعني كنت كل سنه ومسكه وثالث سنه، وقال لي يلا يا جماعه بقى صلاه الشكر. بيقول لك فرح قوي. انا مش فاهم الحقيقه ليه. يقول لي يا سلام، كنا ماشيين 13 كيلو فرجلنا متكسره، وبعدين دخلنا على اوض مش لا، كانت الدنيا صعبه قوي 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 قوي. فاول ما دخلنا بيقول نشكر ربنا ان احنا وصلنا بالسلامه، ونلحق نام لنا ساعتين عشان جرس التسبيحه الساعه 3. فانا بقول له انت فرحان كده ليه؟ انا مش شايف علامه فرح. يعني المعادله اللي انا شايفها عايز اروح. قال له احنا نطول هنمشي على الارض اللي مشي عليها الانبا بشوي، هنمشي على الارض اللي يمشي عليها يوحنا القصير، هنمشي على الارض اللي يمشي فانا احرجت، لانه بيقول كلام روحي وكلام يحرج، بس مش جايبه. ولقيته انسان، فهمت يعني ايه بقى لما كبرت، يعني بسط له الله لطفا، ان ما كانش شايف حاجه من اللي احنا شايفينها خالص. حتى لما انا قلت له
قلت له انت يعني هننام ازاي على الجلخ ده؟ قال لي ولا حاجه، ترشم الصليب على راسك على المخده عشان ما يطلعش عليك بقى تقرصك بالليل، ولا ناموسه تزن في ودنك طول الليل. قلت له هو في كده؟ قال لي اه طبعا في كده. قلت له وتعمل ايه؟ قال لي وتحط كوعك تحت راسك، لو المخده مش عاجباك حط كوعك. يعني هم جدودنا كانوا بيناموا ازاي في الغيطان؟ يحطوا ايديهم كده ويناموا عليها. يعني لو معاك فوطه طبقها واعملها مخده، معكش فوطه ايدك تغنيك، مفيش حاجه تزعجنا خالص، ده احنا في حضن الانبا بشوي. عايز اقول لكم حاجه، انا اول يوم كنت كاره نفسي، تاني يوم ما كنتش طايق نفسي، تالت يوم من التعب نمت على الجلخ وما حسيتش، رابع يوم لما قالوا لنا الخلوه خلصت ويلا نرجع كنت بعيط اني مش عاوز اسيب الدير. ربنا يقدر يعمل كتير قوي، صدقوني كنت ببكي مش عاوز اسيب الدير، وقلت للخادم بتاعنا انا مش هسيب الدير الا بوعد تقول لي جايين امتى. بسط لطفا. يعني ايه بسط لطفا؟ على فكره الجلخ ما اتغسلش، الجلخ اتغسل ما اتغسلش، جابوا لنا ملايات نو، رشوا لنا بتاع عشان المبيدات والحشرات نو، البق فضل موجود يس شفته، بس كان عندي لطفا. لطفا يعني ايه؟ فرحان جدا جدا. تخش التسبيحه تعمل رجليك كده، مش عشان سقعان، عشان ما فيش حته وانت لابس شرابين فوق بعض الناموس ما خرمهاش في جسمك. فرحان. الله، على فكره الظروف ما اتحسنتش ولا اتحسنت؟ يعني نقول لنا قال لك انتوا كفايه عليكم يومين دير ويومين ميريديان، كل ميريديان في يومين كده ريكفري. يعني الحقيقه لا، فضلنا في الدير، بس ربنا بسط لنا لطف. شفنا بقى الاباء الرهبان القديسين دول ازاي بيجروا من قلاليهم الساعه 3 صباحا اول ما جرس التسبيح يرن. فلو انت اتسجنت جوه المشكله مش هتشوف لطف الله، لكن الله جوه المشكله، ربنا بيتصرف في وسط المشكله. بسطا ليوسف لطفا. مشكله تانية قال لهم اكلوا العيال، اكلوا الناس اللي بتحضر معانا، قالوا له احنا عايزين ب 200 دينار خبز. قال لهم اكلوهم، انا اقدر اتصرف. العقل بيقول انك ما تقدرش تعمل حاجه يا رب. قال لهم بس هاتوا اللي عندكم. ادي 5 خبزات اهو وسمكتين. فربنا وماله يكفوا. ربنا دخل في وسط المشكله وحلها. ربنا بيشتغل في وسط المشاكل. ممكن يشتغل بسرعه، ممكن يشتغل. فكره الهزيع الرابع دي، عارفين يعني الهزيع الرابع؟ يعني المسيح شاف التلاميذ 6 ل 9 ساعات المركب طالعه نازله. حد فيكم جرب انه يفضل في مركب الدنيا ليه؟ لا عارف يعبر كده ولا عارف يعبر كده. والمسيح جه ومش على الميه. المسيح بيشتغل جوه المشكله، يمكن بجدوله الزمني مش بجدولك الزمني، يمكن بحكمته مش بحسب رؤيتك انت للموضوع. لكن لو انت عندك ايمان ان الاب لا يترك اولاده في وسط المشكله. ده في مثل الهزيع الرابع بيقول لك وصارت السفينه معذبه من الامواج، يعني شايفهم وكان يسوع ينظر. يعني شايفهم. طب ما تتحرك، طب ما تجيلنا، طب بص بلاش تجيلنا وتتحرك. انت عندك القدره ان تقول له اسكت. مش قال البحر ابكم فبكم؟ قول ابكم وانت مكانك. قال لا، انا عاوزكم تمروا بالتجربه دي، بس اللي يطمنكم ان انا مش ناسيكم، اللي يطمنكم ان انا شايفكم،